أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانا أمس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانا الشمالية بالاحتفاظ بكاهل وإحالته على الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية على إثر حجز مبلغ قدره أكثر من 500 ألف دينار داخل منزله بجهة النخيلات. وذكرت إذاعة موزايك أن معلومات وردت على أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريان الشمالية مفادها الاشتباه في تورط من سكان النخيلات أريانا في تبييض الأموال وتحوزوا على مبالغ مالية ضخمة داخل منزله. وبعد مراقبة التحركات طيلة أيام وبمقتضى إذن قضائي تم ليلة أمس مداهمة منزل الكهل، وبعد تفتيشه تفتيش دقيق تمكن الأعوان من حجز مبلغ مالي يفوق 500 ألف دينار نقدا عجز صاحبه عن إثبات مصدره باش يتم إحالته بحالة احتفاظ على أنظار الدائرة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لاستكمال التحقيقات معه. في النهاية نشكركم على تفاعلكم معنا والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.